هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون حلو، تكونوا في احسن حال. وحشتوني قوي 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 قوي، حشتوني جدا. عارفه ان انا غبت عليكم كتير قوي، ولكن انا خلصت امتحانات وكنت محتاجه اخد راحه كده شويه. وبعدين بدات انزل اشتغل علشان المسرح وكده. زي ما انتم عارفين ان انا دايما في الاجازات بنزل مسرح وكده، فبقى يومي كله هناك، فمبقتش الحق اصور. بس هحاول ان انا هظبط لكم ان شاء الله وما اغيبش كده تاني. بس الاساس ان انا غبت عشان انا محتاجه ان انا اريح افصل كده شويه. من الفيديو بقى بتاع النهارده جربت شويه منتجات مصريه للعنايه بالشعر الفتره الاخيره، وعجبتني جدا جدا جدا. ولما بتخلص انا اكيد هرجع اشتريها تاني، فانا قلت لازم اشارك معاكم بالفيديو ده. فقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي شير للقناه عشان نوصل 10000 في اقرب وقت، وكمان تعملوا لايك وكومنتات كتير عشان بيديني حماس ان انا اصور. وخلينا نبتدي الفيديو. تعالوا اقول لكم على اول حاجه كنت بستخدمها ولما استمريت عليها بجد لقيت نتيجه في شعري كترطيب، وبتطول وبتطلع بيبي هير وبتظبط الدنيا من الاخر. وبجد بجد رهيب، وكان يستاهل كل جنيه يدفع فيه. وهو الزيت ده الهندي، انا ما بعرفش انطق اسمه، ولكن ممكن تقدروا تاخدوه سكرين شوت علشان اللي حابب يجيبه. هو ده الزيت، اتاكدوا ان هو الاصلي. الاصلي بيبقى فيه كود كده، ده الكود بندخله على جوجل. لو طلع المنتج يبقى اصلي، لو ما طلعش المنتج يبقى مضروب، فخلوا بالكم. وده شكل الزيت اهو، اللي حابب ياخده سكرين شوت علشان اللي حابب يشتريه. بصوا بقى، هو هندي والكلام كله عليه هندي، بس بيقولوا ده زيت الإطالة اللي هو بيطول 8 سنتي للشعر في أقرب مدة أو أقل مدة. فبالنسبة لي طبعا ده بيختلف، مش شرط إن كل البنات يطول اللي هي 8 سنتي دي، ولكن بيختلف من بنوته لبنوته. يعني انا لما جربته لا ما حسيتش ان هو طول ال 8 سنتي زي ما بيقولوا، ولكن طول حبه من شعري الى حد ما. فانا بالنسبه لي ده كان حلو جدا. وده بص انا مخلصه علياته ازاي. عايزه ارجع بجد اهتم بشعري، عشان ساعتها بجد كان شعري حلو جدا ومترطب. اللي بعد كده فعلا انا ما اقدرش استغنى عنهم، سواء بقى في الستايلينج او كمان في الايام العاديه، وهم الجل اللي هم دول. طب يا سندي، في الايام العاديه بنعمل ايه؟ يعني انا مثلا حاليا عشان انا كمان شويه نازله، فانا كان عندي حبه هيشين من قدام، ومثلا من ضمنهم دول. فانا عشان اظبط دول بدل ما اعمل ريفرش واجيب ميه واحط فيها ليف ان والكلام ده، لا باخد حته جل، حته صغيره بس عشان الدنيا ما تلزقش، وابدا بس اعملهم كده والفلفهم على ايديا، وبيطلعوا بالمنظر ده من غير لا ميه ولا اي حاجه. فتلاقيهم بقى كمان بينشفوا بسرعه وكل حاجه. بصوا زي ماما وديفايند وزي الفل اهو، ولا ليف ان ولا حاجه. بستخدم الجل دايما في فكره ان انا مثلا لو عندي كام خصله هشه بهديها بالجل، فدول اصلا ما اقدرش استغنى عنهم. فده اول واحد اللي هو 11، اللي هو ده الهولد بتاعه 5، باخد منه حبه صغيرين علشان ده بيلزق الشعر قوي لو كترنا منه. واللي بعد كده الجل بتاع بايو سوفت اللي هو ده طبعا بالنسبه لي ماي فيفورت، انا اصلا ما اقدرش استغنى عنه نهائي. رهيب 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 اصلا. بصوا قرب يخلص، وللاسف انا لحد دلوقتي مش لاقياه، وبجد بجد انا خايفه لا يكون سعره زاد، وانا واثقه اصلا يكون سعره زاد. لان اخر مره انا كنت جايباه ب 70 جنيه، وده سعره ب 65 جنيه من عند سمير وويليام. وعايزه اقول لكم 65 على الباكج دي كويسه جدا، لان اصلا لو جبتي الهولد 5 هيقعد معاكي وقت طويل قوي، لان زي ما بقول لكم كده ما بناخدش منه كميه كبيره علشان هو بيلزق شعر. لكن لو جبتي مثلا هولد 2 او 3، ده بيبقى هولد اقل، فهتستخدمي منه كميه اكبر. اللي بعد كده وبالنسبه لي حلوه قوي بجد، وبالنسبه لك برده ما اقدرش استغنى عنه، وهو الليف ان بتاع ديفول اللي هو ده بالنسبه لي تحفه تحفه تحفه. ده اصلا مخصص للاطفال، يعني انت لو عندك ابنك او بنتك شعرهم كيرلي تقدري تستخدميهم لده. وعايزه اقول لكم كمان الليف ان مش للشعر الكيرلي بس، عادي ممكن نستخدمه لاي شعر، ولكن في شعر بيتقبل الليف ان ده وفي شعر مش بيتقبل الليف ان. زي مثلا في ناس جربت سوما في وشعرها مثلا ستريت، ولكن طلعت وقالت ان شعرها مش مناسب قوي مع الليف ان ده، مناسب اكتر لشعرهم كيرلي. فمين هو بس في العموم مفيش حاجه مخصصه للشعر الكيرلي بس او الشعر الستريت بس. الفكره ان انت لازم تجربي علشان تحكمي ان شعرك مرتاح على انهي منتج بس. فانا بالنسبه لي ده تحفه تحفه تحفه، وبحبه جدا. ولما بيخلص حوالي، انا مخلصه منه حوالي 3 او 4 علب بجد. هو ده اللي انا ابتديت بيه برده، يعني كان بعد بلس على طول ابتديت على ديفول. بجد كان رهيب يا بنات. انا بالنسبه لي ده انا ما اقدرش استغنى عنه. اللي بعد كده وهو الليف ان بتاع سوما في، اللي عملنا عليه ريفيو الايام اللي فاتت وقلت لكم ان هو قد ايه حلو جدا. وعايزه اقول لكم كمان اللي معايا ده بالارجان، وده شكله كده من جوه هتلاقوه كده قوامه تقيل كده شويه. وعايزه اقول لكم انا دايما الارجان بيمشي مع شعري خالص، غير زبده الشيا. يعني سواعي في منتجات في بزبده الشيا بتمشي معايا،
وفي منتجات بزبده الشيا بس ما بتمشيش معايا خالص، فانا بالنسبه لي بلجأ اكتر للارجان. يعني لو لقيت منتج في منه ارجان وزبده شيا فبلجأ اكتر للارجان. اللي بعد كده الصبغه اللي هي بتاع الهير روج بتاع كيرليانا. رهيبه يا بنات، بصوا انا مخلصه منه حبه قد ايه، تحفه بجد، تحفه تحفه تحفه. بالنسبه لي بجد ماي فيفورت فعلا، لان هي خطيره واللون بجد تحفه. وبالذات بقى لما بيبان اكتر خالص، بيبان جدا وقت الشمس. الصبغه دي عباره عن جل، يعني انت لو عملتي شعرك ستايلنج حطيتي ليف ان، ما تحطيش جل عادي اللي هو ده، وهتلاقي كان هتحطي ده الجل على هيئه صبغه، واول ما بيجي عليها الميه بتروح خالص، واسمها هير روج. عايزه اكلمكم على البرفيوم بتاع الشعر ده، خطير 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 حرفيا، تحفه. انا بالنسبه لي ده خطير بجد، من ايفون، اسمه توداي وتومورو اللي هو ده. بصوا فظيع فظيع، وريحته اصلا بتفضل ثابته في الشعر، وريحته كده برفيوم خطيره. حاسه ان انا عايزه احطه في اللي هو برفيوم عادي اللي هو على الجسم، لكن مش للشعر، بس هو بجد بيفضل ثابت في الشعر بطريقه كده مش طبيعيه. اللي بعد كده وهو الشامبو بتاع رو افريكان اللي طالع عينه معايا، فاضل فيه حبه بس مميلاهم كده عشان ينزلوا. الشامبو ده عايزه اقول لكم اللي هو بالارجان، بيحتوي على فيتامين اي وبانسينول وجوجوبا اويل وكمان ارجان اويل، وكمان عايزه اقول لكم ما فيهوش لا سلفيت ولا باربن ولا اي حاجه، ولكن بينظف حلو قوي 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 قوي. ده بالنسبه لي ماي فيفورت فعلا، وده اللي انا غسلت بيه شعري ساعه العيد. واستنوا الفيديو ان شاء الله قريب جدا ان انا هنزل لكم الفيديو اللي انا عملت بيه شعري، والحاجات بتاعت شعري وازاي خليته يقعد 10 ايام ثابت، وفي نسبه هيشان بسيطه خالص على اليوم اللي هو السابع والثامن وكده. فبالنسبه لي ده ماي فيفورت فعلا. الشامبو ده لما بيخلص انا هرجع اشتريه تاني. اللي بعد كده وهو الليف ان بتاع رو افريكان، ده بالنسبه لي التوب في كل الليف ان اللي انا جربتهم. ليه بقى؟ لان ده اكتر ليف ان استخدمته ساعه العيد، كان عاطيني ديفاين وعاطيني فوليوم حلو قوي، وكمان بعد اليوم الخامس بدأ يظهر فيه الفوليوم الكبير قوي اللي هو بيبقى شعري كبير قوي. ده بقى الفوليوم اللي انا بحبه جدا. فده بالنسبه لي كان عليه عرض اصلا، كان ب 220 بدل 260، فدي كانت حاجه كويسه قوي. وعايزه اقول لكم كمان ان هو بيحتوي برده على ارجان اويل وسويت الموند اويل وافوكادو اويل وفيتامين بي 5، وكمان في بانسينول وفي جوجوبا اويل. بجد هو بيرطب اصلا الشعر حلو قوي قوي قوي، فده انا بالنسبه لي تحفه. وعايزه اقول لكم كمان ان هو ما فيهوش لا سلفيت ولا بارابين ولا سيليكون، فدي حاجه كويسه جدا. بس عايزه اقول لكم نصيحه مني، اي واحده هتجيب ده حطي منه كميه قليله، لان هو قوامه تقيل، ولما تيجي تحطي معاه جل حاولي تحطي معاه جل قوامه خفيف شويه. ما ينفعش تحطي ليف ان تقيل ومعاه جل تقيل، هيدي لشعرك هتلاقيه هبط، وكمان ما فيهوش اي فوليوم، وكمان هتلاقيه ملزق كده. فيعني عايزه اقول لكم الميكس ده كده ما ينفعش خالص مع بعض، لان ده تقيل وده تقيل. لكن الليف ان بتاع رو افريكان مع بايو سوفت ينفعوا جدا مع بعض، لان ده تقيل والجل خفيف. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تظبطوا الحوار ده، لان بجد بجد لو حطيتي منتجين تقال هيبصوا هتلاقي شعرك كده ملزق قوي، فمش هيعجبك. اللي بعد كده السيرم بتاع بايو باك، ده انا عايزه اقول لكم مستخدمه منه كميه كبيره وما خلصش منه غير الحبه دول. بجد رهيب 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 حرفيا، وبالنسبه لي ماي فيفورت فعلا. ده 7 زيوت في بعض. عايزه اقول لكم اللي هو فيه سويت الموند اويل وفي جوجوبا اويل وفي كوكونات اويل وفي فيتامين اي وفي زيت الحبه السوداء وكمان ارجان اويل. في زيوت كتير جدا بجد، هو بيرطب الشعر كده بطريقه مش طبيعيه. انا دايما بحب الحاجه اللي بتفضل ثابته، يعني مثلا البرفيوم مثلا بتاع الجسم او البرفيوم كمان بتاع الشعر، بحب الحاجه ان هي تفضل ثابته في شعري عشان تدينا ريحه كده فريش وحلو. اللي بعد كده وطبعا الهير برفيوم بتاع بايو باك، دول ماي فيفورت واتكلمت عنهم كتير كتير قوي، ولاحظت كمان منكم ان في ناس مهتميه قوي بيهم، وتقريبا منكم راح اشترى. فانا دول بالنسبه لي ماي فيفورت حرفيا، ان انا اصلا ما اقدرش استغنى عنهم. وعايزه اقول لكم الروايح بتاعتهم ده زي اللي هو بالتوت او الفواكه او حاجه زي كده، بس هو ريحته منعشه قوي. ده تقريبا بالتوت بس هو مكتوب عليه فروتي اللي هو فواكه بس، تمام. المهم ان هو ده بجد ريحته منعشه كده بطريقه مش طبيعيه. ومعايا بالجوز الهند، ده حاجه اساسيه بالنسبه لي الجوز الهند ده. واخر واحد معانا وهو الروز ميست اللي هو بريحه الروز، بجد خطير خطير خطير. وسعر واحد فيهم تقريبا كان بحوالي 100 جنيه، فكان حاجه كويسه قوي. اخر حاجه معانا وهو السيروم بتاع ايفون اللي انا جربته مؤخرا، اللي هو مش بالارجان، هو مش فاكره اللي هو باللؤلؤ ولا مش عارفه ايه، بس برضه انا دايما بنسى اللي هو مكوناته. بس عايزه اقول لكم بصوا، انا خلصت النص. انا بجد خايفه اقول لماما، بجد هتفزع فيا،
لا لان انا خلصته، هو بجد انا برطب بيه شعري كل يوم. انتوا عارفين ان انا قبل ما بنام بحط عليه السيرم ده واحط الم شعري في بونيه ساتان وبنام. اول ما بصحى برده بفك الكيرلي بيه، فهو بجد رهيب رهيب رهيب. سعره بحوالي من 150 ل 200 جنيه، فهو بجد حلو جدا. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا، تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.